لوزة، معمّق، بوفات، وبقراوي حاضرين في اللائحة الأولية اللي غادي يعلن عليها محمد وهبي. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على اللائحة المحتملة الأولية اللي كتضم 30 لاعب، وهذه اللائحة باش يوقف المدرب على جاهزية بعض اللاعبين، وهي ماشي اللائحة النهائية. قبل ما نبداو ما تنساش تضغط على زر الإعجاب وتشترك معنا في القناة إلا كنتي جديد. نبداو على بركة الله. في حراسة المرمى أكيد غادي تواجد ياسين بونو، حارس نادي الهلال، حارس اللي تألق في آخر نسخة في كأس إفريقيا واستقبل غير 2 ديال الأهداف، وتوج بأفضل حارس مرمى في كأس إفريقيا. ومع نادي الهلال لعب هذا الموسم غير 25 مباراة، كيدل على الحضور اللاعب باستمرار وقدر يشارك في 2250 دقيقة، والتقييم ديالو هو 6.92. منير المحمدي، حارس نهضة بركان، حاضر في اللائحة، وهذا الشيء أكدو المدرب محمد وهبي في أحد الحوارات التلفزية، رغم أن هذا اللاعب ما شاركش مع الفريق ديالو نظرا للإصابة اللي تعرض لها. وغالبا محمد وهبي كيثيق فيه نظرا للخبرة والتجربة مع المنتخب المغربي. مهدي الحرار، حارس نادي الرجاء، حارس كيتطور بشكل مستمر، والأرقام اللي كيحقق كيعطي تطور واضح اللي وصل ليه، والثبات اللي كيبان في الأداء ديالو. الحرار هذا الموسم لعب 20 مباراة وقدر يخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة، وهو رقم قوي بزاف كيبين لك أن الحارس كيحافظ على التألق ديالو، وقدر يشارك هذا الموسم 1800 دقيقة، والتقييم ديالو هو 7.34. وغالبا هادو هما الأسماء اللي غادي يعتمد عليهم وهبي في حراسة المرمى، كل من ياسين بونو ومنير المحمدي ومهدي الحرار. ندوزو لخط الدفاع. شادي رياض لاعب كريستال بالاس، لاعب اللي رجع من الإصابة، هاد اللاعب اللي ما خداش فرصة كبيرة مع المنتخب المغربي، والكل كيعرف الإمكانيات الكبيرة اللي عنده، وكيتعتبر مدافع سريع ومقاتل. ولعب هاد الموسم 8 ديال المباراة، رقم ضعيف بزاف، وهذا الشيء دال على أن اللاعب راجع من الإصابة وقدر يشارك في 464 دقيقة بمعدل 6.55 حسب سوفت سكور. إسماعيل باعوف، لاعب كامبور، لاعب شاب ومتألق ومستوى ثابت من كأس العالم، ومع الفريق ديالو كيقدم مستويات محترمة في القسم الثاني ديال هولندا. لاعب كيعطيك الهدوء والتركيز والحس بالمسؤولية. لعب هذا الموسم مع الفريق ديالو 29 مباراة، وهذا الشيء راجع لثقة المدرب في اللاعب، وقدر يشارك 2608 دقيقة بمعدل 7.21. نايف أكرد، لاعب نادي مارسيليا، اللاعب اللي رجع من الإصابة وكيتلقى العلاج ديالو في المغرب. هاد اللاعب اللي ما فيش نقاش بالنسبة للمدرب محمد وهبي، واحد من الركائز الأساسي ديال المنتخب. لعب هاد الموسم مع مارسيليا 16 مقابلة وسجل هدف، وقدر يشارك في 1399 دقيقة بمعدل 7.13 حسب سوفت سكور. رضوان حلحال، لاعب نادي ميليخيا البلجيكي، لاعب شاب قدم مستوى جيد في آخر مقابلة ليه مع المنتخب المغربي. مدافع قوي بدنيا، جيد في بناء اللعب والخروج بالكرة تحت الضغط، وكيعرف يقرا هجمات الخصم. شارك هذا الموسم مع النادي في 31 مقابلة، والمساهمات التهديفية سجل هدف وعطى دوبل اسيس، وقدر يشارك في 2669 دقيقة بمعدل 6.85 حسب سوفت سكور. عيسى ديوب، مدافع نادي فولهام، اللاعب اللي شارك في أول مباراة رسمية ليه مع المنتخب المغربي وبان بمستوى جيد، ولكن المشكلة اللي كيواجه ديوب هو غياب التنافسي مع الفريق ديالو، وكيشارك كاحتياطي. لعب هذا الموسم 12 مباراة وقدر يشارك في 741 دقيقة بمعدل 6.53 حسب سوفت سكور. ندوزو للأظهرة. نصير مزراوي، لاعب نادي مانشستر يونايتد، لاعب مجتهد اللي كيدل على الاستمرارية والنجاح ديالو رغم قلة المشاركات مع الفريق. ومن مميزات اللاعب يلعب في عدة مراكز، وهذا الشيء كيدل على جودة اللاعب. ومع المنتخب المغربي كيبقى ركيزة أساسية تشكيلة المنتخب. لعب هذا الموسم مع الفريق ديالو 19 مقابلة وقدر يشارك في 948 دقيقة بمعدل 6.88 حسب سوفت سكور. أنس صلاح الدين، لاعب نادي بي اس في ايدهوفن، لاعب كيتوفر على جميع الامكانيات، كيتعتبر لاعب عصري وكيمتاز بمهارات عاليه، وكيقدم مستويات كبيره مع المنتخب المغربي. لعب هذا الموسم مع الفريق ديالو 17 مقابله وفازوا بالدوري الهولندي، وقدر يشارك 1092 دقيقه بمعدل 6.92 حسب سوسكور. اشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان،
بالرغم أنه مصاب كنتمناو يكون جاهز بدنيا إن شاء الله، اللي ما نقدروش نستغناو عليه في المنتخب المغربي. اللاعب اللي فاز بالبالون دور ديال إفريقيا لعب هذا الموسم مع النادي 18 مقابلة، وقدر يساهم في 4 ديال المشاركات، سجل 2 ديال الأهداف وعطى 2 ديال التمريرات حاسمة، وقدر يشارك في 1374 دقيقة بمعدل 6.77 حسب سوفت سكور. زكريا الواحدي لاعب نادي جينيك البلجيكي، اللاعب اللي كيقدم مستوى كبير مع الفريق ديالو، الظهير الأكثر مساهمة في الأهداف في أوروبا. هذا الموسم مجموع 16 مساهمة تهديفية اللي سجل منها 12 هدف و4 تمريرات حاسمة خلال 48 مقابلة، وغادي يكون نقطة القوة بالنسبة للمنتخب المغربي. ندوزو لخط الوسط، نبداو بأول لاعب نائل العيناوي لاعب روما الإيطالي، واحد من الأسماء اللي تألقت في كأس إفريقيا، اللي بين على الروح القتاليه وسط الملعب، اللي معروف عليه الانضباط وكيمتاز بالشخصيه والهدوء، وهذا الشيء باين واضح. طريقه التحكم في رتم المقابله والقدره على اللعب تحت الضغط، وهي مهاره اساسيه للاعب وسط الميدان. العناوي لعب هذا الموسم 24 مباراه، سجل 11 هدف وعطى دوبل اسيست، وشارك هذا الموسم 950 دقيقه بمعدل 6.71 حسب سوفت سكور. سمير المرابط لاعب ستارسبورغ، هذا اللاعب كيمتاز في التحكم العالي في الكرة والرزانة تحت الضغط والقدرة على اللعب في المساحات الضيقة. في الموسم الحالي ولا ركيزة أساسية مع النادي، وقدر يفرض راسو وممتاز في افتكاك الكرة بالضغط المباشر أو بالتمركز الذكي. المرابط هذا الموسم لعب 33 مقابلة، وصل 3 المساهمات التهديفية، وقدر يشارك 2141 دقيقة بمعدل 0.98. أيوب بوعدي لاعب نادي ليل الفرنسي، هذا اللاعب اللي شارك مع المنتخب الفرنسي الأقل من 19 سنة، قدرت الجامعة تقنع اللاعب باش يلتحق مع المنتخب المغربي. هذه الموهبة الشابة كيتوفر على إمكانيات في وسط الميدان، كيمتاز بالسرعة في اتخاذ القرار ومازال صغير في السن، وغادي يكون ربح كبير للمنتخب المغربي. بوعدي هذا الموسم لعب 30 مباراة، هذا الرقم كيبين لك أن اللاعب كيثيق فيه المدرب في تشكيلة ليل، وقدر يشارك 2338 دقيقة بمعدل 6.74 حسب سوفت سكور. سفيان أمرابط لاعب نادي ريال بيتيس، واحد من الركائز الأساسية في المنتخب المغربي، كيتميز من بين اللاعبين قطعا للكرة وأكثرهم صلابة في الثنائيات. مرابط لعب هذا الموسم 17 مباراة، وقدر يشارك في 1296 دقيقة بمعدل 6.96 حسب سوفت سكور. بلال الخنوس لاعب نادي شتوتغارت الألماني، واحد من الأسماء الموهوبة في كرة القدم في العالم، وهذا الموسم في تقدم ملموس مع النادي. خنوس لعب هذا الموسم 25 مباراة بمعدل 1634 دقيقة، رقم كيعطيك صورة واضحة على أن اللاعب كيقدم مردود جيد ومؤثر في الفريق. ومن ناحية الأرقام الهجومية، اللاعب ساهم في 5 المساهمات التهديفية وسجل 4 ديال الأهداف، رقم مزيان وكيبين لك الخدمة اللي كيدير الخنوس كصانع ألعاب كلاسيكي. أما من ناحية التقييم فالخنوس هو 6.98 حسب سوب سكور. عز الدين أوناحي لاعب نادي جيرونا، مثال حي للاعب اللي تعرض للعديد من النكسات والتوقفات، ولكن كل عارف المقومات ديالو. أوناحي اللي قدر يرجع بقوة وكيقدم مستويات جيدة مع جيرونا، وصبح محطة عدة أندية أوروبية نظرا للموهبة اللي كيمتلك والجودة التقنية والتكتيكية في وسط الميدان. لعب هذا الموسم مع جيرونا 23 مباراة، وقدر يشارك في 1676 دقيقة وسجل 5 ديال الأهداف، والتقييم ديالو هذا الموسم هو 7.27. إسماعيل السيباري لاعب نادي بي اس في ايدهوفن، واحد من أكثر اللاعبين توهج هذا الموسم، اللي تتوج بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل لاعب في الدوري الهولندي. لاعب كيعطيك واحد التوازن بين القوة البدنية والذكاء التكتيكي واللمسة الهجومية الحاسمة. السيباري لعب هذا الموسم 27 مباراة، سجل 15 هدف و8 ديال المساهمات التهديفية، وقدر يلعب 2145 دقيقة، والتقييم ديالو هذا الموسم هو 7.20 حسب سوفت سكور. عمران لوزة لاعب واتفورد الانجليزي، هذا اللاعب في تطور مستمر هذا الموسم مع الفريق ديالو، وغادي يكون ورقه ناجحه لمحمد وهبي نظرا للخبره والتجربه اللي كيمتلك. لوز لعب هذا الموسم 42 مباراه، وهذا كيدل على ثقه المدرب في اللاعب والمردود اللي كيعطي في الملعب، وقدر يلعب
3587 دقيقة، والتقييم ديالو هو 7.27. ندوزو لخط الهجوم ونبداو باول لاعب هو ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد اللي المستوى ديالو ماشي ثابت، وهذا واضح وبين من خلال الارقام ديالو هذا الموسم. دياز لعب 29 مباراة ودار 6 ديال المساهمات التهديفية، وقدر يشارك في 1268 دقيقة، والتقييم ديالو هو 6.69. عبد الصمد السلسولي لاعب ريال بيتيس، واحد من الاسماء المغربية اللي راجعه بقوه هذا الموسم، ولا اسم مطروح لعده انديه اوروبيه باش ينضم ليها. النجم عبد الصمد الزلزولي لعب هذا الموسم 28 مباراه وقدر يسجل 5 ديال الاهداف و8 ديال المساهمات التهديفيه، وهذا كيدل على النجاح ديالو في منظومه ريال بيتيس. يعطي صوره واضحه على المستوى الثابت والجوده التقنيه العاليه والحضور القوي ديالو، وقدر يشارك في 2175 دقيقه بمعدل 7.28 حسب سوفت سكور. عثمان معمة لاعب واتفورد الانجليزي، واحد من المواهب اللي الكل كيتنبأ لها بمستقبل كبير، لا مع النادي ديالو ولا مع المنتخب. هاد اللاعب اللي كيتوفر على الرؤية الشاملة للملعب وكيقدر يتحكم في الكرة تحت الضغط، وقدر يفوز بأحسن لاعب شاف في كأس العالم الأقل من 20 سنة. معما هاد الموسم شارك في 25 مقابلة، هذا كيدل على ثقة المدرب في اللاعب الشاب، وعطى 5 ديال المساهمات التهديفية، سجل 4 الأهداف وعطى اسيست، وقدر يشارك في 1698 دقيقة، والتقييم ديالو هذا الموسم هو 6.81 حسب سوفت سكور. ياسر جاسيم لاعب نادي ستارسبورت، موهبة شابة، يتألق في الصمت، كيتوفر على قدم يسرى جيدة، كيخترق دفاع الخصم بسهولة، مهاري وصغير في السن. لعب هذا الموسم 12 مباراة وعطى اسيست، وقدر يشارك في 514 دقيقة، والتقييم ديالو هو 6.83. سفيان بوفال لاعب لو هافر الفرنسي، الكل كيعرف الامكانيات الكبيره اللي عنده، وكيمتاز بالمهاره واختراق الخصم بسهوله، وهو من الاسماء المغربيه اللي راجعه بقوه وغادي يكون ربح في تشكيله المنتخب المغربي. بوفال هذا الموسم لعب 17 مباراه ومساهمته التهديفيه وصلت 5، وقدر يشارك 1028 دقيقه، والتقييم ديالو هو 6.84. سفيان الرحيمي نجم نادي العين الاماراتي، لاعب متالق باستمرار لا مع الفريق او المنتخب المغربي، لاعب عصري كيجمع بين القوه البدنيه والذكاء التكتيكي. فاز بالدوري الاماراتي مع العين هذا الموسم، لعب 16 مباراه ومساهمته التهديفيه وصلت 12 مساهمه، فيها 7 ديال الاهداف وخمسه ديال التمريرات حاسمه. هذا كيدل على النجاعه الهجوميه اللي كيتوفر عليها والاستمراريه ديالو، وقدر يشارك مع الفريق 1345 دقيقه، والتقييم ديالو هذا الموسم هو 7.36. ايوب الكعبي مهاجم نادي اولمبياكوس اليوناني، واحد من اكثر اللاعبين استمراريه وتالق في اخر السنوات. الكعبي هذا الموسم لعب 28 مباراه بمجموع 2108 دقيقه، رقم كبير كيبين لك الثقه اللي كيعطيها ليه المدرب، ولا من الاعمده الاساسيه ديال الهجوم في نادي اولمبياكوس. سجل 18 هدف ما شاء الله، رقم كبير وضخم كيبين لك القدره التهديفيه العاليه اللي كيتميز بها داخل وخارج منظومه الجزاء. تقييمه هذا الموسم حسب السوفت سكور هو 6.80. يانيس البقراوي مهاجم نادي اشطوريا البرايا البرتغالي، لاعب كيشتغل في صمت، كيرسم على موسم جيد مع النادي ديالو. المساهمات ديالو التهديفيه وصلت 22 مساهمه، هذا الشيء كيدل على العمل الكبير اللي كيدير يانيس البقراوي. لعب هذا الموسم 31 مباراة وقدر يسجل 19 هدف، رقم كبير كيبين لك الخدمة اللي كيدير يانيس، وقدر يشارك في 2726 دقيقة، والتقييم ديالو هذا الموسم هو 6.94. محمد علي الشو مهاجم نيس الفرنسي، واحد من المواهب الشابة، لاعب قوي بدنيا وكيمتلك السرعة ولاعب عصري. هذا اللاعب اللي غير الجنسية ديالو وقرر يمثل المنتخب المغربي. محمد علي الشو لعب هذا الموسم 24 مباراة، هذا الرقم كيدل على ثقة المدرب في اللاعب، وقدر يسجل 4 ديال الأهداف وعطى 3 ديال التمريرات حاسمة، ولعب 1681 دقيقة، والتقييم ديالو هذا الموسم هو 6.78. وهكا غادي نكونوا سالينا اللائحة الأولية اللي غالبا غادي يعتمد عليها محمد وهبي. وما تنساش تشترك معنا في القناة